بقول لك ايه، افتح ودنك معايا واسمع قصه العراب الغلبان. انا حبيت اغير لك الفيو، قلت ما يبقاش كل حاجه من العربيه، فكمل معايا. من سنه بتمام والكمال طلعت في فيديو من هنا واتكلمت عن برنامج تيربو الليل اللي عامل قلبان هناك، وقعدت اندب حظي واقول يا جدعان، هو احنا ما عندناش عقول في مصر؟ يعمل لنا برنامج مصري يلمنا بدل غرب الشركات الاجنبيه. وسبحان الله الابلكيشن المصري اتعمل واسمه يلا بينا. فيلا بينا احكي لك قصه يلا بينا. يعني فكرتي ومطالبي اتنفذت الحمد لله، ده فضل وعدل من عند ربنا. طب هل الشركه كلمتني؟ ابدا يا اخويا، وحياتك ما كلموني. هل حد قال لي شكرا يا كابتن عمرو؟ ابدا وحياتك ما حصلش. طب هل حتى قالوا لي يا شيء الشقاي تعالى حتى اشرب كوبايه شاي ولا كوبايه قهوه على حساب البرنامج الجديد؟ وربنا ما حصل، بشتري الشاي على حسابي. سابوني واقف في الشارع بطولي، وانا اللي بادئ الفكره من سنه. ما علينا، المسامح كريم وانا مسامحكم، فيلا بينا. بس اللي مش هسكت عليه بقى ابدا هو العك اللي انتوا نازلين بيه. البرنامج نزل وبدل ما يتعلم من اخطاء الشركات التانية اللي بتضايق الكباتن، نازل بيقلدهم كوبي بس باسوأ ما عندهم. اولا كده نتكلم عن الاسم، اسمه يلا بينا. يعني ده اسم ابلكيشن نقل ذكي، تحسهم كده نازلين يقبضوا على العميل، مش بيعملوا براند. ليه مثلا ما يكونش الاسم كرييتيف كده وفي عراقه وفي اصاله؟ ليه مش يلا ايجيبت مثلا؟ ايه هيبه كده، عارف انت يلا ايجيبت، انت رابط اسم البرنامج بالموقع اللي انت فيه او بمصر. روح البرنامج مصري، مفيش خالص. وطبعا عشان يسوقوا للبرنامج اللي هو يلا بينا عملوا ايه؟ راحوا جابوا نفس 3 4 5 اشخاص اللي بيعملوا اعلانات للشركات كلها اللي هي اول ما بتنزل، وقالوا لهم تعالوا يلا بينا اعملوا لنا اعلان. وهم اللي اعلنوا عن برامج مصريه قبل كده، والبرامج كلها ولله الحمد فشلت. ولو تفتكروا فولت، طبعا الله يرزقهم ويوسع عليهم. انا مش بحقد عليهم والله، الاعلانات دي او الشغل الزياده ده جنب شغلك دي حاجه من عند ربنا، بس لازم يبقى في كرياتيف شويه في الفكره اللي احنا بنقدمها يا جماعه. مش انا مثلا نازل برنامج اروح اجيب هو نفس الشخص اللي بيعمل برنامج واقول له طب تعالى اعمل لي. ما هو في برامج في امثله قبل كده والامثله دي فشلت. ليه ما نغيرش؟ انا ما بقولكش هاتني او هات غيري، ممكن تطلع بره الصندوق، حاول تفكر بره الصندوق. انتوا ما تفكروش بره الصندوق، انتوا جبتوا نفس الناس اللي بتعمل البرامج الثانيه، هي نفس الناس اللي بتعملوك في البرنامج ده، فهي نفس الوشوش وهو نفس السكريبت المكرر. فيلا بينا على الفشل اللي بعده لو فضلتوا بالعقليه دي. نيجي بقى للغلب اللي يفرس الكابتن شقيان في الشارع. تدخل عشان تفعل الابلكيشن عشان تسترزق، تلاقيه بيقول لك اشحن ب 200 جنيه اجباري. نعم ان شاء الله. هو انا نازل اشتغل عشان نازل قرشين امشي بيهم بيتي، ولا نازل اسلف الابلكيشن؟ انت نازل تساعد الكابتن ولا نازل تلم غله من جيوبنا في بدايه تشغيلك؟ والصياعه فين بقى؟ ياخدوا ال 200 جنيه من الكابتن ويروحوا للعملاء يعملوا لهم عروض على قفل 200 جنيه ويقول له اركب معانا بنص الثمن. ما هو نص الثمن ده مسحوب من ال 200 جنيه اللي موجود في محفظتي انا. يعني انتوا بتجاملوا العميل على حسابي وتيجي تقولوا اصل احنا في صف الكابتن؟ لا يلا بينا، انت كده داخل تلم فلوس. وفوق كل ده تلاقيهم طالعين بثقه وبيتكلموا يقول لك احنا اقل نسبه في السوق 15%. اقل نسبه ازاي؟ هو انتم مش شايفين ان درايفر وحش السوق اللي بالع السوق كله في جيبه بياخد 11%؟ يعني هي ال 4% دي هي اللي فرقت؟ هي دي لقمه عيش الكابتن في وسط الغلاء بتاع اسعار البنزين والزيت. وعشان كملت بالمره فيلا بينا، وراحوا خدوا اسوأ حاجه موجوده في التطبيق الاخضر وطبقوها عنده، اوبشن الفصال للعميل. يعني العميل شايف الرحله دي مش مناسبه ليه بسعر البرنامج، لا انا من حقي افعل وضع تشغيل الدماغ وانزل من سعر الرحله كوبي بيست من البرنامج الاخضر بالظبط. مش بقول لك من بدايه الفيديو اللي مفيش اصلا كرياتيفي في اي حاجه هم عملوها لحد وقتنا هذا. احنا مش في وكاله البلح بنبيع هدوم بالقطعه، ده في عربيات بتستهلك وبتنزف في قلب الشارع عشان تخلي العميل يقعد يفاصل معايا في 5 و10 جنيه. انت كده زيك زي اللي راحوا قبلك. السؤال بقى هنا، شغل اصلا في السوق ميت وضعيف ومفيش رحلات، وانت في نفس الوقت صارف ملايين على اعلانات الاتوبيسات في الشارع وفي التلفزيون 3 4 وشوش اللي انت جبتهم. طيب ما دام انت معاك ميزانيه عشان تصرف الملايين دي، ليه استخسرت في الكابتن الغلبان والشقيان في الشارع؟ ما تقوليش اصل انا عامل له 5% لمده 3 شهور. دي اول ما نزلت قعدت، يعني ان لم تخن الذاكره والله العظيم بتاع سنه 0% عموله و1% عموله، ولحد وقتنا هذا ادفع 30 جنيه وتشتري 8%. ايه اللي يجبرني اشحن عندك ب 200 جنيه عشان اخد برضك هو نفس الكيلو والفصال مع العميل؟ مش بقول لك مفيش كرياتيفي خالص، اسمع مني. فين الحاجه اللي تشدني ككابتن اللي تخليني اسيب اوبر وديدي واجي اشتغل معاك انت؟ للاسف مفيش. الخلاصه يا رجاله، لو البرنامج ده ما صلحش عيوبه ولغى نظام الشحن الاجباري للكباتن وقفل الزرار بتاع الفصال، بالنسبه لي زيه زي البرنامج الاخضر، ويمكن البرنامج الاخضر هيبقى افضل منه لان نسبته 11% مش 15%. ومحدش يقول لي اصل البرنامج عامل عروض للكباتن 5% لمده 3 شهور. فبالاختصار لو البرنامج ده لو يلا بينا فضل بنفس النظام كوبي بيست من البرنامج الاخضر
الاخضر. فانا بالنسبه لي يلا بينا بره التليفونات. شاركني رايك في الكومنتات، انت مع برنامج يلا بينا اللي هو يبقى كوبي بيست من البرنامج الاخضر، ولا بيبقى برنامج مصري نازل ظهر الكابتن ويحمي الكابتن ويدي الكابتن حقه؟ انت اول ما في بدايه فترتك التشغيليه كنت الكيلو ب 10 جنيه للكباتن، ازاي هتديني الكيلو ب 10 جنيه وانت عامل زرار للفصال؟ يلا بينا. محتاج تعديلات كتيره قوي عشان بس افكر انزلك عندي على التليفون. سلام.